السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رحية قدينا. اليوم درسنا احنا حلو وحالي فوفل ملبس. بسم الله. نحتاج لعمل فوفل ملبس. فوفل يبيعونه عند العطار كده، يبيعونه يسمونه قشر الفوفل، يبيعونه داخل اكياس زي كده. شوفوا ان شاء الله يكون واضح. قشر الفوفل وشمار ملون، في اشكال كتير والوان كتير بس هذا يعني مشهور، وسكر ابيض، وللنكهة نضيف قرنفل وهيل. والنارجيل في نوعين، في هذا النوع متوفر معايا الابيض، وفي نوع يسمونه بالدهن، بدهن جوز الهند، يجي لونه مصفر مشبع بالدهون. هذاك الاحسن المشبع بالدهون، بس انا مش متوفر معي الابيض العادي. وممكن نزود النكهه بالفوفل الملبس، تكون نكهتها اقوى واقوى. شويه شمر بحدود معلقه وشويه نخلطها بالخلاط حق الحواي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. اول شيء نخلط الشمار هذا مع القرنفل والهيل على جنب منكهات. وهذا الفوفل شوفوا يجي كده حبوب كاملة. اكترهم او البعض يسويه على طرحته، على ما هو يكون محبب مش سهل الاكل، عشان يكون حلو ولذيذ ويدوب باللقف. نطحنه طحن ناعم بالخلاط حق البهارات، نطحنه اكتر من مرة علشان يكون دقيق ويدوب داخل اللقف، وما نحتاجش ان نخرج شي منه. الآن بطحن الفوفل وبطحن المنكهات، الشمار والقرنفل والهيل، وبرجع شكل الفوفل بعد الطحن. الشمار مع القرنفل مع الهيل طبعا نخرج القشر حقه. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ عملنا. هنا في قاعدة مهمة، ضعف كمية الفوفل ضعفها سكر. الآن مثلا أجت لي علبتين أو مطيبتين فوفل نفس هذا القياس، أصلح 4 حبات سكر، يعني 4 مطايب نفس هذا القياس، أي قياس موجود معي. ضعفه سكر، وربع كمية السكر مي. رابع مطيبة سكر صلحت 3 من قبل. مطيبة مي من القصبة عادي مع عادي صلاح للشرب. ولعنا عند النار وسط، النار لا هي عالية ولا هي واطية. نضيف المنكهات عشان تعطي نكهة جدا للفوفل، ونخليه يفور. الصحن اللي بصلح فيه بول الفوفل الملبس سكبت شوية زيت ونمسح بالزيت. بدأ يفور السكر والمي مع المنكهات، وبدأ يذوب السكر نسبيا، نخليه لما يذوب تماما. شوف كيف بدأ يفور، والشيرة بدأت شوية تقلط، حاجة بسيطة تكه. ننتظر شوية نشي نتأكد الشيرة هل نضجت أو لا. ناخد قليل من الشيرة اللي هو السكر والمي، ونصلح نفس ما كنا نصلح بالبخور. نفرشها كده بالصحن. في حال تجمعت يعني الشيرة نضجت، ما تجمعت يعني الشيرة عادها ما نضجت. شوفوا كيف عاد الشيرة ما نضجت، هذا سائل. شوفوا سائل يعني عاد الشيرة ما نضجت. ننتظر شوية. في هذه الأثناء هذا طبعا للتزيين من فوق ناخد شوية نارجيل من الربع، نص كمية صح الفوصلة هاي تنتين، نصها نارجيل. ناخد شوية كده، شوية فقط للتزيين كمان. شوفوا شوية نارجيل وهذا للتزيين نخليه على جنب. والفوفل والنارجيل لما تنضج الشيرة نضيفها. نعمل اختبار تاني. شوية من الشيرة، شوية جمعت يعني عادة باقي لي شوية فقط. شوفوا شوية جدا، يعني عادة يحتاج لها كم دقيقة عشان تنضج تماما. شوفوا كيف تجمعت نسبيا، بس عادة يحتاج لها تكة. شوفوا ان شاء الله تكون واضحة.
بعد دقيقة نعمل اختبار ثالث. شوفوا هذا الأول، هذا الثاني شبه جمد، نصلح الثالث كده على جنب ونفس الطريقة. شو كيف؟ شوفوا دليل إن نضجات الشيرة. شوفوا جمعت وضغطت شوية بالصحن، رجعوا لون أبيض. شوفوا دليل إن إيش؟ إن الشيرة نضجت تماما. شوفوا هذا الاختبار الأول هذا مش ناضج، هذا نص بنص، هذا الثالث ناضج تماما. الآن نضيف الفلفل. ضفنا الفلفل نخلط. بعد ما خلطنا الفلفل نخلي كم ثواني فقط لما يمتزج مع السكر. نضيف النارجيل علشان ما يذوبش النارجيل لأنه سريع الذوبان مع النار. بعد مرور ثواني نضيف النارجيل بسم الله ونخلط. نوزعها على الصحن على طول، وعادة شبه ما جمدش. وزعت على الصحن طلع شوية كبير عادي. الآن بسرعة وعادة أخضر نرش بالشمع الملون على طول. نحاول نوزع الأطراف في كل مكان. والنارجيل ونزيد عاد احنا شمار. وبظهر المعلقة شوية كده بس عشان يدخل الشمار والنارجيل لداخل. ممكن نزيد الأطراف، حسيت شو ما جاش. وعادة ما جمدش نحاول نقطعه. شوفوا قطعنا مربعات. شو ما شاء الله تبارك الرحمن. وننتظر لما يجمد ونحفظه، ممكن داخل أكياس داخل الثلاجة نوزعه توزيعات. إبداعك. شكرا. كانت معكم رحيقة الجنة ودرسنا اليوم عن الفلفل الملبس.